زميلنا كيمو سألني ايه رأيك في تويوتا كرولا موديل من 2020 لحد 2025. مالك بتبص لي كده ليه؟ ايه رأيك؟ اوكي والله شاطر شاطر. بص يا كيمو، انا هقول لك رأيي بكل حيادية. التويوتا كرولا عربية جميلة جدا ويعتبر ملكة الاعتمادية في فئتها وليها محبين كتير جدا، وما ننساش برضو انها اكتر عربية حققت مبيعات في العالم. انا بالنسبة لي الكورولا جميلة جدا لحد ما اركب جواها وكنسل كل اللي قلته ده. يعني ايه عربية في سنة 2025 وفوق المليون جنيه وما فيهاش حتى شاشة من جوه؟ طبعا المصريين وشوية دول تانيين عارفين انا بتكلم عن ايه. ملناش دعوة بالكورولا اللي بره مصر، لان اصلا الكورولا اللي بتنزل مصر دي مش تقفيل ياباني، لا دي تقفيل تركي. انا معاك انها ملكة الاعتمادية، بس يعني ايه يبقى شارع عربية موديل السنة فوق المليون جنيه واروح اقف جنب عربيات موديل 2010 و2015 واركب شاشة ب 5000 جنيه، ولما اعترض بتزعلوا ترجعوا تزعلوا من مزاحي معاكم. حرفيا محطوط آلة حاسبة جوه. انا مش شايفها غير كده. هتقول لي دي تويوتا كرولا يا عم. ايوه ما انا عارف انها كرولا، هي كانت من بيت عيلتك. انا بحترم الكرولا وبحب جدا الموديلات القديمه زي موديل 2018 وكمان كرولا جنوب افريقيا، لكن احترموا عقل المشتري شويه. مفيش عربيه موديل السنه دلوقتي غير وفيها تابلت جوه وشاشات وحركات وامبيانت لايت ودلع، بس هفضل عند كلمتي انها ملكه الاعتماديه. بس يا ريت يعني يحسوا بينا شويه ويحطوا لنا شاشه توحد ربنا جوه. ابوس ايديك وبس كده. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، واستنى فيديو مني كل يوم.